بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في أولى حلقات برنامجنا وطني جدا. بتمنى من ربنا سبحانه وتعالى أن البرنامج يلاقي مصيره الإعلامي والمستوى المهني والحرفي المطلوب، اللي احنا كلنا كفريق عمل عاكفين عليه، ان هو يعني يطلع بالصورة الكويسة جدا للمواطن إن شاء الله، ويقدم الرسالة بتاعته اللي هو الموجهة ليكم إن شاء الله. النهاردة موضوعنا يعني كبير ومن 3000 سنة زي ما بيقولوها. احنا النهارده بنتكلم عن، طبعا لو انت في اي مكان في العالم وذكرت الاثار وذكرت الحضاره يبقى اكيد بتذكر مصر. فرصه النهارده بقى ان احنا معانا النهارده الساده الضيوف، الاستاذ مجدي شاكر كبير الاثريين بوزاره الاثار، اهلا وسهلا، والباحث الاثري والمرشد السياحي الدكتور احمد السنوسي، اهلا وسهلا. ان احنا طبعا فرصه معانا الدكاتره يقدروا يفيدونا في علم الاثار، والمواطن توصل له الرساله اللي هي عن علم الاثار ودوره والخرافات كتير. يعني احنا يبقى في اكتر من حلقه في هذا الامر ان شاء الله. الاول خالص ابدا مع ضيفي العزيز الاستاذ مجدي، اهلا بك يا فندم. اهلا بحضرتك يا فندم. علم الاثار حضرتك يعني سعادتك لو حبينا نعرف الاثر للناس، لان في كتير معلومات شائعه. طبعا انا طبعا سعيد جدا ان انا ببتدي مع حضرتك مع اول حلقه، وسعيد ان انا مع قامه علميه وزي الاستاذ احمد، شيء جميل جدا. احنا للاسف مرتبط، بقول للناس اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي ارجوكم ما تغيرش القناه. ليه؟ لان حضرتك كلمه بنسمع يقول لك اثار ايه؟ احنا ناقصه. انا حضرتك لسه راجع من الاقصر النهارده، بيخش اجانب وبيخش مصريين، وكنت بشتغل في وادي الملوك اللي هو لو استغلناه اعتقد مصر سيتغير مصيرها كله يعني كتير جدا. حضرتك المصري بيخش ما بيبصش على اي حاجه، وبيدور على الذهب، معتقد ان لما يخش هيلاقي الذهب، بعكس الاجنبي بيبص على السقف، بيبص على المناظر، بيسال، عارف، قاري، فبالتالي مفهوم متغير. احنا عايزين يعني من خلال برنامج حضرتك بقول للناس ارجوكم اسمعونا وغيروا مفهومكم، لان الكنز اللي انت بتدور عليه تحت الارض والله يا فندم احنا البلد دي لو اشتغلت صح الكنز ده كلنا هيجي لنا، هيجي ليا وليك ولكل الناس. لان حضرتك السياحه اذا اشتغلت، انا كموظف انا هيجي لي بطريقه غير مباشره، وحضرتك في السياحه هيجي لك بطريقه مباشره. انا اسف، الراجل اللي بيمسح الجزم هيجي له برضه جزء من الايه؟ من الكنز. فالكنز هيتوزع على الكل. دوله زي الاردن ده جنبنا حضرتك، يعني وما عندهاش خمس اللي عندنا. حضرتك اتفرج في دول ظهرت سنه 72 وحضرتك اكيد عارفها، عملت تاريخ لنفسها وعملت فرع من متحف اللوفر، وانا على راسنا بنحترمها دوله الامارات، بيعملوا تاريخ لنفسهم يا فندم، بيعملوا تاريخ من اثارنا. فانا بقول دوله زي دي، انت حضرتك قلت 3000 سنه، لا والله يا فندم، يعني هم احنا بيصنعوا تاريخ بالظبط يا فندم. يعني هو الامارات الاول بدات سياحه شوبينج جميل ورائع، لقت ان ناحيه الشوبينج في دول هتاخدها ثانيه، بداوا ان السياحه الثقافيه، لان السياحه الثقافيه شيء مهم جدا جدا. فانا عندي دوله زي ايطاليا، روما دي حضرتك تروحها كلها اثار، ما مشوش حد، بداوا يحولوا كل ما له علاقه بالدوله الاثار. فانا بقول له لكل مصري بدل ما تدور على الكنز، انا بكلم حضرتك دلوقتي النهارده حدث مذهل النهارده، الناس كلها يمكن مش واخده بالها منه، افتتاح مكتبه دير سانت كاترين. واحد يقول لي عن دير سانت كاترين، اقول له حضراتكم ارجوكم روحوا زوروا شوفوا هذا الدير، وشوفوا هذه المكتبه اللي هي بتعتبر من ثاني اكبر مكتبه بعد الفاتيكان. حضرتك فيها مخطوطات الانجيل او التوراه، حاجات مثلا من القرن الثالث، احنا بنتكلم حضرتك على 2000 سنه، مش فرعوني فقط. لا يا فندم، اصل هو كلمه اثر معناه ايه؟ قال هو ببساطه جدا اي نتاج حضاره، يعني اي حضاره بتطلع انتاج مادي بلمسه بيسموه اثر. فانا عندي مصر بقى من امتى؟ من البريهستوري، من عصر من قبل التاريخ، حتى الاسره العلويه، مصر لم ينقطع عنها التاريخ، لم ينقطع الحضاره، لدرجه ان عندنا حاجه مش موجوده في الدنيا، عندنا في علم اسمه علم الجيبتولوجي، علم المصريات، لدرجه دلوقتي بيسموه اسمه مارسرولوجي، مفيش دوله في العالم عندها هذا العلم. اتحدى دوله اسمه امريكولوجيا او المانولوجيا او سعودولوجي، ما عندناش. احنا هذا العلم بيدرس في كل جامعات العالم. تخيل حضرتك انا امبارح وانا بشتغل في مقبره رمسيس الرابع، جه واحد جنبي اسمه سام، راجل امريكي، قال انا بقول له بتشتغل فين؟ انا بشتغل في البوسنه. البوسنه عندهم اهرامات يا فندم. والله يا فندم، بيشتغل في اهرامات، في 7 اهرامات. قلت له البوسنه عندها اهرامات؟ قال لي وسيشل عندها اهرامات. تخيل الهرم في البوسنه كام يا فندم؟ 200 متر، اعلى من هرمنا، وكانوا عاملينه للطاقه انرجي، بيروحوا يقعدوا في الاعماق بتاعته. وقال لي اشتغل في شيشل فيها اهرامات، وفي بيرو فيها اهرامات، في اهرامات في 21 دوله. بس الراجل في نهايه الامر قال سيظل الاهرامات المصريه هي الاعظم والاجمل والاكمل، ودي من عالم امريكي. فاحنا بنتكلم في ايه؟ العالم بره بيحترم، تخيل حضرتك بيعملوا مديتيشن، تعبد،
مش تعبد عشان الاثر، هو بيحترموا هذه الحضاره. اما الاجنبي بيخش هذه الحضاره بيشوفها بيذهل. ولكن للاسف احنا لان احنا عندنا تعليم غير جيد وعندنا ثقافه غير جيده وعندنا اعلام انا اسف غير جيد هو اللي خلق هذه المنظومه. انما صدقني حضرتك لو انا عندي اعلام مركز شويه وعندي تعليم جيد وعندي ثقافه جيده، الاثار دي شويه الاثار اللي عليهم هتاكلنا كلنا شهد، كلنا بلا استثناء، حتى الفلاح. يعني حضرتك الفلاح بتاع الاقصر بيزعل، بقول له زعلان انت راجل مالك ومال السياحه؟ قال لان المنتج بتاعي سواء الخضار او الفاكهه كنت ببيعه من الفنادق وبسعر جيد، فانا دلوقتي الفنادق ما بقاش يجي لها سواح مش هتشتري مني فبضطر ابيعها اي شيء. فانا بقول لحضرتك كل المنظومه، انا بقول لكل سواء التاكسي كان بيكسب، الراجل لما اسف بتاع الجزم بيكسب، كله بتاع الجرايد بيكسب. يعني الراجل اللي جيت اجيب جرار اجنبي كنت كاتب فيه حاجه قال لي ما جيتش اجيب جرايد اجانب لان الاجانب مش موجودين. فانا بقول ارجوكم يا مصر، كل مصر يا ريت نركز في حاجه واحده بس، هي الاثار. الاثار دي سياحه مهمه جدا جدا، وانا ما اجيش اقول للسايح انا يعني انا رايح لك، انا اجبر السائح انه يجي. انا النهارده حضرتك احنا اكتشفنا حاجه مهمه جدا، احنا عندنا دير سانت كاترين في المكتبه دي، المكتبه دي حاجه يعني هتخيل حضرتك حاجات فيها مذهله جدا. من الاسبوع اللي فات يا فندم مطلعين مقبرتين في منطقه درع ابو النجا، مقبرتين كاملين، ودي شيء جميل جدا وكان في يعني تغطيه اعلاميه كويسه. عندنا كان في هذا اليوم برضو افتتحوا قدس الاقداس لحتشبسوت، وحضرتك عارف ان حتشبسوت دي عند المصريين العزب غني لها حتشبسوت يا حتشبسوت غافل عليك حلوه تابوت، يعني للناس كلها. الدير البحري معبد هو لحد ذاته معبد يعني اكتر من رائع. فان احنا نفتح قدس الاقداس ونروج له، يعني كان في اليوم ده حاجه يعني المساويين المرشدين قالوا انه بيحصل تعامد للشمس، ولكن للاسف الدوله ما اهتمتش. يا عم اخلق الحدث، خد الاسطوره البسيطه دي، اصل زي عندنا في الفلاحين يقول لك ما فيش نار بلا دخان، خد الاسطوره وابني عليها. ده الدول يا فندم ما عندهاش حضاره بتبني على ما فيش، ما عندهاش حاجه. يعني حضرتك لو رحت لاي دوله زي امريكا، دوله بقى لها 200 سنه، انا كنت هناك في 2010. تخيل حضرتك عاملين متحف لايه؟ لبلباو، الراجل اللي هو روكي بلباو، الراجل اللي هو عامل له سلسله افلام روكي ده جري على السلم بتاع المبنى فاعتبروا ده متحف، وكل الناس راحت تتصور جنب التمثال بتاع روكي بلباو. ايه عاملين متحف عشان عملوا عليه فيلم او سلسله افلام، واحنا عندنا كل مكان في مصر، كل سنتي في مصر اتحدى ممكن نعمل في متحف. لسه حضرتك كنت في اسنا دي لما تروحها حضرتك ما فيش غير معبد واحد اللي بتزوروه، لكن حضرتك اسنا ايه؟ فيها يعني فيها يعني مأذنه فاطميه، فيها مجموعه واجهات بيوت مش موجوده في الدنيا كلها، اثار اسلامي، اثار قبطي، فيها مقابر، يعني مقبره. تخيل حضرتك لما نلاقي يعني مقبره كامله للاسماك، واحد تقول لي اسماك، اقول لك حضرتك اسماك سمك اسمه الفقمه كانوا بيحنطوه، تخش فيها هناك كمان محميه اسمها الدبديه، محميه طبيعيه. تخيل حضرتك المحميه دي بيرقموها في العالم كده، دي المحميه رقم 3 اللي بيقيسوا بها العمر الجيولوجي للزمن، حد عارف الكلام ده؟ ابدا. لكن للاسف انا بقول لحضرتك ان احنا لو استغلينا، للاسف احنا عندنا تعليم غير جيد. انا بقول لو كل محافظه، يعني محافظه الاقصر ليه ما يبقاش في ترم كل سنه اعلم الناس؟ انا مش شرط كتاب التاريخ ادرسه على كل الناس، لا، انا ممكن كتاب التاريخ بتاع الاقصر يبقى فيه ترم كامل اثار الاقصر، بتاع الشرقيه يبقى فيه ترم كامل اثار الشرقيه، على الاقل ابقى انا موجود في محافظتي عارف ايه الاثار اللي موجوده فيها. لكن للاسف كتاب تاريخ على كل مصر ومفيش حاجه. تخيل حضرتك بتدرسوا الاثار الفرعونيه فين او الاثار بس فين؟ في سنه اولى اعدادي وفي اولى ثانوي، طب وبعد كده ما حدش بيدرس حاجه، خلاص انتهت. يعني هو معروفه كده السيستم. فانا بناشد من خلال برنامج حضرتك وبناشد القياده السياسيه، وانا عارف القياده السياسيه مهتميه جدا لان مهتميه بالمتحف المصري، بمتحف الحضاره، وعارف حضرتك ان الرئيس السيسي دلوقتي بقى رئيس مجلس الاداره للمتحف المصري اللي يفتتح. فانا بناشده يا ريس ارجوك، الاثار عايزه دعم، عايزه فلوس، لان الاثار عندنا بتعتمد على تذكره السائح. فصدقني حضرتك احنا اهتمينا بالاثار ستغير مجرى مصر. احنا عايزين نركز في حاجه واحده بس، لو كل 10 سنين ركزنا في مشروع اعتقد مصر هتتغير سواء اعلاميا او تعليميا او ثقافيا. انا اسف طبعا مش عايز اخد وقت. هنطلع فاصل. اتفضل. هنطلع معانا فاصل، وبعد الفاصل ان شاء الله نتواصل مع الدكتور احمد ان شاء الله. اهلا بكم اعزائي المشاهدين، ورجعنا لكم بعد الفاصل ونرجع للحديث مره اخرى عن الاثر. معانا طبعا الدكتور احمد السنوسي الباحث الاثري والمرشد السياحي، ونقول له يا دكتور هل الاثار في مصر يعني اللي اكتشفت كده خلاص الموضوع ومفيش تاني يكتشف تاني؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اولا انا بشكرك على البرنامج الجديد ده وبتمنى لك التوفيق ولقناه الحدث اليوم، وسعيد جدا ان انا مع صديقي مجدي بيه شاكر عشان اتحدث امام المجتمع عن الاثار المصريه. حضرتك سؤالك ده بتسالني هل الاثار خلصت؟ الاثار لن تنتهي من مصر على الاطلاق. مجدي بيه قال لك كلمه واحده، قال لك كل سنتي في مصر فيها اثر. والاثر ده معناه ايه؟ احنا اتعلمنا في حياتنا ان انسان بلا ماضي فلا حاضر ولا مستقبل له، فاشحال بقى ان انت حفيد اول حضاره في التاريخ وهي الحضاره المصريه. فطبعا كل سنتي في مصر بيتحدث عن نفسه.
فالاثار لن تنتهي. لكن ما هو مفهوم الاثر؟ الاثر هو تاريخ. ما اصل النهارده للاسف زي ما قال مجدي بيه ان احنا قوقعنا هذا الموضوع كله في ايه؟ التعليم طبعا غير منضبط في حاجات كتيره، عدم اهتمامنا بتاريخنا ده برضو اثر سلبيا على المجتمع. حددنا الاطار الاثر في كلمه ده الهرم ده النيل دي مصر يا عبد، لا مصر اكبر من كده بكتير. مصر تاريخ بيتحدث عن نفسه. فالاثر هنا انا بقول ان احنا بنتكلم عن تاريخ دوله عظيمه، لا نقارن الماضي بالحاضر، بس لازم نستفيد بما كان في الماضي ليكون شيئا جيدا ان شاء الله في المستقبل. فطبعا الاثار هي عباره عن تاريخ وطن، لابد يكون في تواصل ما بين القديم والحديث بايجابياته وننبذ بسلبياته. زي العصور اللي احنا عشناها، اكيد كل عصر فيه ايجابيات وسلبيات. فالمفهوم هنا من الاثر في رايي المتواضع ان هو ده تاريخ بلد، تاريخ وطن تسمى مصر، والاثر لن ينتهي من مصر، وكل سنتي في مصر يتحدث عن نفسه. طب نرجع بقى لاستاذنا الكبير الباحثين، الله يبارك فيك. كبير الاثريين في وزاره الاثار. حضرتك الاكتشافات الجديده دي هل يعني كانت مكتشفه قبل كده اللي سعادتك ذكرتها لي قبل الحلقه؟ يعني كانت مكتشفه قبل كده وانتوا قعدتوا ترميمها، ولا هي لسه مكتشفه حديثا؟ هو حضرتك مصر عامله زي الورده كده، كل ما حضرتك تشيل يعني طبقه هتلاقي طبقه ثانيه. ما شاء في الله. مصر تاريخيا ما فيش فيها مكان. انا حضرتك يمكن قبل الهوا قلت لحضرتك ان انا كنت في رحله طريق القصير قفط. تخيل حضرتك 2500 نقش عملوهم مين؟ قال الناس اللي كانوا بيروحوا يجيبوا بتاع حملات تعدين وكانوا يروحوا عشان الحج. تخيل طريق فضل ممتد حوالي اكتر 3000 سنه. يعني حضرتك كانت بتوع حملات التعدين وبعدين الحج في الاسلامي. هتلاقي نقوش. يعني نقوش جرافيتي. يعني ايه جرافيتي؟ حضرتك زي كده احمد يحب منى، يعني بيكتب لوجو كده. فانت حضرتك بقى فهتلاقي فرعوني، هتلاقي قبطي، هتلاقي اسلامي، هتلاقي لغايه الملك فاروق. بلدنا فيها خير مذهل. انا بكلم حضرتك دلوقتي ممكن احنا بنكتشف اثر كحكومه، لكن بقول لحضرتك في قدامه 100 اثر بيكتشف كده خلص. لان حلم كل مواطن، ودي على فكره بتيجي دايما في عصور الاضمحلال، في عصور الناس اللي مش لاقي حاجه يقول لك احفر. لدرجه حضرتك في بلاد اسمها ايه؟ الملقطه. يعني ايه الملقطه؟ اسمها اللقيطه. اما كانوا بيلاقوا واحد عطلان يقول له يا عم روح لقط لك حاجه، القط لك حاجه، فيروح ياخد فاسه وغلقه 2 3 ويحفر. وما زال هذا الموضوع موجود. هذا الموضوع ما حدش يقدر ينكر. 70% من اثارنا بتطلع خلص وبتكتشف صدفه. وحلم كل واحد في محافظات الصعيد والوجه البحري، وبقت موضه حتى في القاهره دلوقتي، وبقت عاديه جدا. لدرجه حضرتك يمكن سمعت عن الراجل اللي ضحى ببنته، قال لك من عندي 7 عيال في موت واحده، لان جه فكره الشيوخ المغربي. والله يا فندم اذبح البنت في مقابل ان انا هاخد ايه؟ اربي الباقي. في كلمه الشيخ المغربي، يا عم بقوس ايدك. هو الشيخ المغربي لو يعرف يطلع اثار كان طلع لنفسه. مفيش شيخ مغربي، مفيش زئبق احمر. والله يا مصريين ما في الكلام ده. اتحدى الكلام. احنا عايزين بقى حلقه كامله عن تجاره الاثار الموضوع ده ما فيش. الموضوع ده وهمي فدق في السبعينات يا فندم. في حته ازازه موجوده في متحف التحنيط في الاقصر، هي اللي عملت لنا الفيلم ده الدكتور زكي اسكندر. الزئبق الاحمر ده اكذوبه؟ اكذوبه يا فندم، اكذوبه والله. وما في لا زئبق احمر، ما فيش كلمه الشيوخ، ما فيش كلمه الرصد. ايوه الفرعون كان بيعمل مجموعه تعاويذ عشان يحمي نفسه، بس ما حماش نفسه، بدليل ان هو سرقوا بعضهم. يعني حضرتك معروف ان احنا عندنا يعني برديه كبيره جدا استاذ احمد عارفها، اسمها برديه سرقات المقابر. امتى يا فندم؟ في عهد الفراعنه. ومين اللي سرق بعضه؟ هم اللي بنوها. يعني العمال اللي بنهم لما حصلت الثوره هم اللي دخلوا المقابر وسرقوا. ولما الكهنه ما لقوش حل راحوا لمين كل اللي ايه؟ لموا المومياوات وراحوا دافنينها. طب احنا ايه المومياوات؟ فين الكنوز؟ هنلاقيها في يوم من الايام. بقول لحضرتك كل سنتي في مصر لما طلعتش غير 30% من اثارها، وال70 فين؟ موجودين تحت الارض. تخيل حضرتك من 6 شهور 70% والله لم يكتشف. ده يمكن اكتر. طبعا. عالمه. احنا للاسف دلوقتي الناس يعني زي ما بيقولوا بتاكل عيش علينا. تخيل حضرتك دلوقتي في حاجه اسمها تحليل صور الاقمار الصناعيه. في ست جميله اسمها ساره باركر كانت شغاله في وكاله ناسا. قالت يا مصريين انتوا عندكم 17 جسم يشبه الهرم تحت تنيس، تحت صنع الحجر. حد قال لها انت بتعملي ايه؟ جبنا الست تقول لنا تعالي اقعدي اسبوع كده وفهمينا. للاسف في يا فندم كل واحد شغال في طريقه. احنا لسه ما زلنا بنشتغل بالفاس والمسطرين. يعني بقى علم الاثار دخلوا دلوقتي اجهزه ودخلوا بحث و فاحنا عايزين نعمل رقي بالمنظومه. فانا نجيب الناس دي نقعد معاها. صدقني في دول عارفه احنا عندنا ايه وايه اللي موجود تحت الارض. انما احنا للاسف كمصريين لسه ما زلنا بنعتمد على الطوريا والراجل بتاع الحفاير لكن الاجانب الناس اللي شغالين بتقنيات احدث. فانا بقول لحضرتك مصر ما زالت عندها اكتر من 70 او 80% من اثارنا لم تكتشف حتى الان. وبدليل ان احنا كل يوم حضرتك بسمع
في جديد. يعني 2017 لو حضرتك كده جبت اكتشافات الوزاره، هات صفحه الوزاره، احنا اكتشفنا اكتر من 23 قصر جديد. من اول تمثال المطريه اللي كانت الشهره بتاعته حضرتك اكيد تابعتها لما قالوا شغل غلط ومش غلط، وبعدين دخلنا على الكاتاكومب اللي جامعه القاهره لقتها في هنا الجبل، لقوا مقبره جميله جدا في الكاتاكومب جامعه القاهره، وبعدين بدانا نمشي شويه منطقه درع ابو النجا لقينا في مقبره اسمها صانع الذهب، الراجل كان مهم جدا من حوالي 3 شهور. الاسبوع اللي فات لقينا مقبرتين برضه في منطقه درع ابو النجا. حضرتك قلت كلمه مهمه، هي ممكن تكون قاعده اكتشاف، ايوه ممكن تكون قاعده اكتشاف لسبب. حضرتك جت واحده اسمها فريدريكا كامب في التسعينات عملت بحث لكل مقابر. تخيل حضرتك طيبه دي في غرب طيبه موجوده في كام مقبره؟ 510 مقبره. المكتشف منهم كام؟ المكتشف اللي موجود. وموجود امتى؟ في حاجه ثانيه، ايوه في يا فندم، في لما شالوا البيوت هناك كل لو حفرت كل سنتي، لان انت مش بتتكلم في سنه ولا 2 ولا 3، يضحك عليك اللي يقول لك تاريخ مصر 7000 سنه، يضحك عليك اللي يقول لك 14000 سنه. مصر اقدم من كده بكتير، مصر هي اصل التاريخ، واللي يقول عكس كده يبقى بدليل حضرتك سيدنا عيسى لجأ لمصر، هو لجأ لمصر، ما كان ممكن يروح لبنان، اقرب له ايه؟ اقرب له لبنان ولا سوريا ولا العراق؟ جه مصر. لما سيدنا موسى يقعد في مصر، لما سيدنا ابراهيم يجي في مصر، اكيد ربنا بيبعت لنا رساله بيقول لكم ان بلدكم دي بلد ايه؟ قويه قوي، احتمى بها كل الانبياء. هو اول لقمه كلها سيدنا عيسى كلها فين؟ لانه جه حضرتك عمره صغير جدا، قعد في مصر 3 سنين و9 شهور، يعني اتفطم في مصر، فكانت اول قصره عيش واول ميه يشربها في مصر. اكيد لما ربنا يعمل كده يبقى في حكمه، بس احنا للاسف احنا مش مدركين لعظمه هذه البلد. البلد دي والله يا استاذ عمرو، والله يا استاذ عمرو اجزم لك ان كل سنتي فيها صار عليه نبي وصار عليه ولي وصار عليه شهيد. يعني امشي كده يا اما هتلاقي قديس استشهد في هذه البلد، لان احنا عندنا استاذ احمد عارف حادثه الشهداء في مصر اتقتل فيها في عهد الاقباط ملايين البشر لانهم كانوا عايزين يحافظوا على الديانه المسيحيه. ولما جه سيدنا محمد برضه وفتحوا مصر جاء الاف الناس وقعدوا في مصر. حضرتك معظم قبائل الصعيد تروح يقول لك احنا لنا قرايب في السعوديه ولنا قرايب في اليمن ولنا قرايب، فاحنا امتداداتنا في كل العالم. مصر كانت في يوم من الايام يا فندم كانت بتحكم لغايه العراق، لدرجه لما راحوا لقوا النهر اللي هناك نهر الفرات سموه النهر المعكوس، عكس النهر بتاعنا، احنا بتاعنا عكس. فاحنا في يوم من الايام احنا دوله عظيمه، وبالتالي بقول لحضرتك احنا ربنا بيبعت لنا رساله بيقول لنا الانبياء جولكم والشهداء جولكم والاولياء جولكم، يكفي ان اهل البيت عندنا الحسين والسيده زينب والسيده نفيسه، فربنا بعت لنا رساله ان البلد دي محميه ومحفوظه، بس احنا يا ريت نحافظ عليها ويا ريت نهتم بيها ويا ريت نستغل. تخيل حضرتك سياحه ثقافيه عندك، سياحه دينيه عندك، سياحه علاجيه عندك، سياحه ترفيهيه عندك، انت عايز ايه؟ يعني انا مش متخيل ازاي بلد فيها كل هذه المقومات واحنا دوله غير سياحيه. تخيل حضرتك جزر الكناري اللي جنبك، جزر الكناري ومالطا بيجي لها 40 مليون سائح، 40 مليون يا فندم وهو عدد سكانهم مليون. يبقى احنا عندنا مشكله في الناس يعني اللي هي بتدير المنظومه. فانا بقول للناس اللي بتدير المنظومه دي ارجوكم قوموا من مكاتبكم وانزلوا على ارض الواقع. البلد دي اذا اشتغلنا سياحه والله ما عايزين نزرع ولا عايزين نصنع ولا عايزين اي حاجه، ركزوا في السياحه بس. ليه؟ السائح بيجي لك، بس انا عايزه مش يجي لك مره، يجي لك مره واثنين، انما السائح بيجي لك من اول ما بينزل في المطار كل سنه وانت طيب، ويركب التاكسي كل سنه وانت طيب، فما يرجعلكش تاني. انا عايزه بقى لا، بدل كل سنه ابتسم جيد، هيجي لك وهيجيب لك عيلته و البلد دي الناس نفسها تجي لها. تخيل حضرتك اي حلم واحد في العالم خواجه ننزل مصر، خصوصا ان تلت دخل مصر من السياحه. يعني المفروض ان اقتصاد مصر قايم على تلت اثار مصر، العالم جزء كبير منه السياحه. بالظبط. انا عايز انميه اكتر. تلت الدخل ده كام يا فندم؟ يجيب كام مليار؟ ده ممكن تجيبه في شهر. فانا ارجو الناس اشتغلوا المنظومه صح، اشتغلوا الاثار صح. في يا فندم دلوقتي اسمها اداره سايت مانجمنت، الاثر دي سيبه للاثريين، لكن بره الاثر اديله واحد يعرف يديره، راجل شاطر. يعني انا لو جيت حوالين المتحف المصري واديته لواحد تاجر شاطر يبيعه لي بالليل. احنا كنا زمان والاستاذ احمد فاكر كنا بنعرض حاجه اسمها اوبرا عايده، وكان يجي لك ملايين الناس او الاف الناس تتفرج. احنا بطلناها ليه؟ انا لو كل شهر جيت خلفيه الهرم، انا هبيع خلفيه الهرم، انا مش الهرم دي مش هبيعه، انا الهرم هخليه خلفيه بس، معبد الاقصر هخليه خلفيه وبيع يا فندم. لو انا كل شهر عملت حفله عالميه، مره اوبرا، جبت مغني، جبت لعيب الكوره، والله مش عايزين منك فلوس، مجرد تديهم فسحه جميله صدقنا. لان كلمه مصر بالنسبه لان تخيل حضرتك صفحه كلمه مصر دي، افتح صفحه كتاب التاريخ في اي كتاب في العالم، هو التاريخ غير مصر، مصر. وبالتالي حلم كل طفل هو قرا عنها، درسها، كتبها، امتحن فيها، حلمه انه يجي فين؟ يجي في مصر. اي مغني في العالم، اي لعيب كوره هيتمنى ميسي جالك و لكن ما استغلتش الحدث. فانا بقول للناس في الاعلام، في الثقافه، في الشوارع، يا جماعه اهتموا بحاجه واحده بس، البلد دي محتاجه شويه اهتمام، وصدقني 10 سنين هنبقى اعظم دوله، لان احنا كنا اعظم دوله. هي مجرد مصر دي دايما بعتبرها زي قطعه الذهب، شيل بس شويه التراب. والانسان المصري جيد عايز، بدليل حضرتك لو رحت الاقصر كل الناس شغالين في منظومه السياحه، لذلك لما حصلت الثوره
كل المخازن اتسرقت او معظم بني سويف اتدمرت كلها، خدوا كل المخازن. المحافظه الوحيده التي لم يسرق منها قصر هي الاقصر. ليه؟ لان كل واحد من سواق الحنطور لغايه اكبر واحد لغايه المحافظ بالظبط يقول لك ده اكل عيش ازاي هيسرقه. فاحنا عايزين مجرد اعاده المنظومه شويه. البلد دي يعني ستتحول عن طريق شويه الاثار اللي لو موجودين عند يعني خمسهم هنتغير كتير قوي. نظرا لضيق الوقت والدكتور احمد انا بعتذر لكم لضيق الوقت، وطبعا تاريخ نتمنى يعني مع حضرتك كتير والله. تاريخ مصر طبعا مش هيبقى في حلقه واحده صغيره، وانا بعتذر لضيوفي لان طبعا ضيوفي علماء كبار ومعروف مشهود لهم بالكفاءه في مصر كلها، ووزاره الاثار وتاريخهم معروف طبعا في عملهم. فالاثر بتاع مصر هو يعني السياحه، يعني السياحه مربوطه على الاثر، يعني لازم عشان تجيب سايح وناس تبقى عندك تستفيد ويبقى الدخل يزيد والدولار عندك يزيد والكلام ده كله، ده يبقى انت لازم تهتم بالاثر الاول. وعشان تهتم بالاثر الاول لازم تعمل توعيه للناس. فانا ان شاء الله من مكاني هذا ومن منبري هذا بنقول ان شاء الله البرنامج متبني عدد من الحلقات للتوعيه وتفهيم الموضوع اكتر وشرحه بصوره اكبر، لان طبعا ضيوفي مش هينفع يشرحوا الكلام ده في حلقه واحده. وان شاء الله بعتذر طبعا لكم والقاكم ان شاء الله في حلقه جديده باذن الله.